السلام عليكم أحبابنا في قناة ريبيكاست. مرحبا بكم في الفيديو جديد، وقبل ما نبدا ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلكم الجديد ديالنا، وبطبيعة الحال اللايك ديالكم غادي تشجعنا بزاف. دابا نبداو بالأخبار اليوم المثيرة والمهمة بالنسبة للجمهور الوداد. إليكم أبرز العناوين. الوداد كيتقدم بعرض للمغرب الفاسي للضم الحارس صلاح الدين شهاب واللاعب الدولي المغربي ب 300 مليون سنتيم. نور الدين أمرابط النجم المغربي الدولي السابق وقريب يحمل القميص الأحمر في الانتقالات الشتوية. وندوزو للتفاصيل. البداية مع الحارس المتألق صلاح الدين شهاب حارس فريق المغرب الفاسي. حسب مصادر مطلعة، نادي الوداد الرياضي قدم عرض رسمي بقيمة 300 مليون سنتيم باش يضمن خدمات هذا الحارس الشاب. الوداد عنده طموح كبير باش يقوي مركز حراسة المرمى، خصوصا مع التحديات المحلية والقارية الجاية مثل كأس العالم. أما الخبر اللي شعل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة فهو دخول نادي الوداد الرياضي في مفاوضات مع النجم المغربي الدولي السابق نور الدين أمرابط اللي كيلعب حاليا مع فريق أياك أثينا اليوناني. مصادر كتقول بلي أن مرابط أبدى الاهتمام كبير بالعرض ديال الوداد، ولكن باقي كنتسناو شنو غادي تخرج به المفاوضات في الأيام الجاية إن شاء الله. وإخواني وأخواتي، هادو كانوا أهم الأخبار المتعلقة بنادي الوداد الرياضي. شنو رأيكم في الاختيارات النادي؟ واش أمرابط غادي يكون إضافة قوية لنادي الوداد؟ وشنو رأيكم في صفقة الحارس صلاح الدين شهاب واللي هو أفضل حارس في البطولة الوطنية؟ خليونا آراءكم في التعليقات، وبطبيعة الحال ما تنساوش تشجعونا باللايك وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله، ودمتم سالمين.